بسم الله، سلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين ودايما في فرح وهنا وسعاده. وصفه النهارده وصفه كلنا بنسال هي تتعمل ازاي. الوصفه اسهل مما يمكن. اهم حاجه لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وشير اذا سمحتوا، وكومنت حلو كده من كومنتاتكم الجميله. النهارده هعمل معاكم عدس المطاعم، عدس الكشري الجميل اللي احنا بنسال دايما هو بيتعمل ازاي، هو ازاي بيبقى مكتل كده، هو ازاي من بره بيبقى اكنه فيه دقيق، اكنه السؤال يعني ما بيخلص. والطريقه اسهل منها مش هنلاقي. الطريقه دي انا معتمده عليها بقالي كتير. تابعيني في الفيديو، والفيديو مش هطول عليكم فيه عشان تعرفي النتيجه ايه والوصفه بتتعمل ازاي. اول حاجه جبت كميه العدس بتاعتي اللي انا هستخدمها مع الكشري. جبت طاسه حلوه كده، ومن الافضل تكون طاسه ما بيلزقش فيها حاجه. حطيت فيها كميه العدس بتاعتي وحطيت كميه ميه وسبتها لحد ما اتشربت خالص. تمام كده، كل ده على نار عاليه. اول ما الميه بتاعت العدس تتشرب هنهدي النار خالص على شمعه، وهبتدي ان انا هقلب من الوقت للتاني. كل ما العدس بتاعي ينشف كل ما هضيف عليه ميه بالتدريج. الوصفه دي من الافضل ان انت تجيبي معلقه خشب او معلقه سلستن، يعني معلقه سلستين تكون ماسكه جامده حاجه حاده معاكي. المعلقه السيليكون مش هتساعدك في الوصفه، زي ما انتوا شفتوا انا استعملت السيليكون ما كانتش بتاخد وتدي معايا. هجيب معلقه خشب وهبتدي ان انا هقلب بيها. انتي الوصفه دي معتمده ان انتي تقلبي، والميه بتضاف بالتدريج حبه حبه. يعني ايه؟ يعني ممكن ربع كوبايه مع ربع كوبايه. كل ربع كوبايه ميه تقومي كل ما تنشف تقومي ضايفه ميه تاني. في ناس بتقول ان هو بيتحط له دقيق، في ناس بتقول ان هو بيتحط له نشا. الكلام ده كله مش صحيح. في ناس بتقولك تغليه وتدفي عليه وتسيبيه لحد ما ينشف. الكلام ده كله مش صحيح. الوصفة دي معتمدة على إضافة المية بالتدريج مع أول غلوتين لحد ما يشرب المية بتاعته، وبعد كده تبتدي تاخدي وتدي معاه وهو على نار واطية مش عالية. هبتدي ان انا هقلب بالمعلقة الخشب. طبعا الشكل البيضاوي اللي بيبقى بره او البودرة تبقى بره دي بتبقى قلب الحباية، مش الدقيق او النشا. لا، ده بيبقى قلب الحبايه بتاعه العدس. انك انت مع التقليب ومع النار البطيئه ان هو بيبتدي يطلع لك كل اللي جواه. فاهمه ازاي؟ يعني الحبايه بتتفتح وبتطلع لك القلب بتاعها. طبعا في الوقت ده انا بحب انكه الاكل اللي انا بعمله. في ناس بتحب تحط له منكهات وفي ناس ما بتحبش. يعني مثلا انا احط له حبه ملح، حبه كركم، حبه كمون، بتوديه في حته تانية خالص. جميله وطعمه حلو. انا عندي ولادي بياكلوه بالمعلقه من غير اي حاجه. هبتدي انا اقلب على نار واطيه، ما تعليش النار عشان ما يتحرقش معاكي. والبودر اللي بيبقى بره من يعني شكل الحبايه من بره ده بيبقى القعر بتاعه اللي لازق في الطاسه. انتوا فاهمين؟ يعني انتوا كل ما تقلبوا وينشف معاكوا هيبتدي يعمل طبقه كده في الطاسه، وتقلبيها بالمعلقه الخشب بتاعتك او المعلقه الستانلس، هتطلعهولك وتعمل له التغليفه الجميله دي من بره. الوصفه سهله، وبصراحه والله انا لما عرفتها جربتها لقيتها نفس الطريقه بتاعه المطاعم. وده الشكل بتاعه. انتوا فاهمين؟ ده الشكل بتاعه بعد ما خلاص هو كده قرب. يعني هو كده وانا مش طفيت عليه النار، هو لسه برضو. كل ما هسيبه شوية كل ما هيطلع الغلاف بتاعه اكتر. بس ايه، كل ما اول ما توصل للشكل بتاع المطعم بالظبط تبتدي ان انت تدفي عليه، وهو ده الشكل مفلفل وجميل ومتغلف من بره بطبقة كده زي البودر، بتوديكي في حتة تانية. طبعا احنا مش احنا مش حابين نعمل الطريقة التقليدية بتاعتنا ان انت تسلقي العدس وخلاص وكده، ومجرد ما استوى خلاص. لا، احنا عايزين بقى نوصل للنتيجة بتاعت بره اللي احنا بناكلها في المطاعم. طبعا انتوا شايفين ان الطاسة عمل فيها زي طبقة كده، يعني لزق فيها. هو ده المطلوب، هو ده البودر اللي انا عايزاه، اللي مغلف لي الحباية وخليها حاجة كده في منتهى الجمال وطعمه. تقدر تستغني عن الملح والكمون والكركم الكاري، ما تحطهمش براحتك. بس انا بحب انكه العدس بتاع الكشري زي ما انتوا شايفين الشكل عامل ازاي، نفس الشكل بتاع بره. وتقدري تخليه اكتر من كده كمان، ان انت تقليه اكتر وتخلي الغلاف بتاعه من بره تقيل اكتر. طبعا انت بتضيفي ميه بالتدريج مع التقليب المستمر. اول ما تلاقيه مسك معاكي كده وتقل معاكي، يعني الحبايات بقت ماسكه في بعضيها، تطفي النار عليه وتسيبيه بقى لحد ما يبرد، وهتاكلي احلى كشري مع العدس. شكرا ليكم.